حجاج بيت الله هلا ومرحبا بيكم، كل سنة حملة الموالي تلتقي فيكم، شعارنا إليك يا رب لبيك لبيك من القلب، شعارنا إليك يا رب لبيك لبيك من القلب. يا هلا بحجاجنا بهاي السنة بالمنى، جدد عهدنا قاصدين البيت الله وكعبته وجنته، نخدمكم احنا والموالي بحملته لها الشرف كل الشرف، بالخدمة سرنا ربي يتقبل عملنا وغايته برحمته، بارك جهدنا يا هلا بحجاجنا ومية هلا، حملة الموالي خدمة شاملة هدفها ترضيكم تأدوا الفرض، وبيسر كل الأمور مسهلة، اسألوا ولا تخجلوا ولا تستحي، احنا كادرنا لعيونك عاملة، راحتك هي أملنا ونرتقي، واقتراحك لأبو محمد نوصله. حجاج بيت الله هلا ومرحبا بيكم، اي والله كل سنة حملة الموالي شعارنا إليك يا رب لبيك لبيك من القلب، شعارنا إليك يا رب لبيك لبيك من القلب. إليك يا رب قد أتيت ذليل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ننقل لكم الرسالة الثانية لقافلة الموالي من العتبات المقدسة مكة المكرمة. في هذه الرسالة نتناول جانب آخر من خدمات القافلة ونعرج بدءا على العيادة السريعة. نزور الآن عيادة الرجال في قافلة الموالي ونتعرف منها على الممرض محمد عبد الحسين وما تحتوي هذه العيادة وما أبرز المهام التي يقوم بها. السلام عليكم ورحمة الله، نحيي بكم في عيادة الموالي وأهلا وسهلا بكم في موسم حج هذا العام، ونحيي جميع الزوار والحجاج الكرام. ما هي أبرز المهام التي تقوم بها في هذه العيادة؟ نقوم في العيادة بالاهتمام بصحة الحاج منذ نزوله إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج، وحتى انتهاء مناسك الحج نهتم بصحته من جميع الجوانب. حبذا لو تعرفنا على أبرز الأدوية التي يحتاجها الحجاج. أغلب الأدوية التي يحتاجها الحجاج هي الزكام، أمراض الزكام، الرش، الإنفلونزا، الشد العضلي والجفاف. هذا ما يعانيه الحاج في أداء مناسكه نتيجة الجهد الذي يبذله في الجو الحار. نزور الآن عيادة النساء والتي تشرف عليها الممرضة شهربان حماد لتحدثنا عن هذه العيادة وكيف نظام العمل فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. العيادة مفتوحة 24 ساعة في خدمة الحجاج بيت الله. إن شاء الله نتمنى السلامة وحج مقبول للجميع وفي خدمتهم في أي وقت. حبذا حبينا نعرف ما هي أبرز الأدوية التي ممكن أن يحتاجها الحجاج ومتوفرة في هذه العيادة. طبعا معظم الأمراض اللي يشتكون منها الحجاج هي الأمراض المزمنة، الضغط والسكر. الحمد لله الأدوية متوفرة. والأمراض الموسمية الإنفلونزا بعد الحمد لله جميع الأدوية اللي يحتاجونها بعد موجودة. هل تم التأكد من أخذ جميع التطعيمات الخاصة بالحجاج؟ طبعا هذا الأمر تأكدنا منه من قبل مغادرة البحرين.
في 2008 جيت أنا في رحلة سابقة، المقاول وفر إلينا الحصوات في الفندق، فجابوا لنا ثلاجات كبيرة فيها الحصوات، وظلينا احنا كل واحد يختار الحصوات من الثلاجة في الفندق. ما حسينا بمتعة يعني جمع الحصوات الحقيقية. كنا نسمع بأن الحجاج سابقا يذهبون بأنفسهم ويجمعون هاي الحصوات وينتقون ويختارون بناء على وصف دقيق. احنا سمعنا بهذا الوصف بس ما جربنا. يعني أنا هاي المرة الأولى الحين راح أروح بنفسي مع الحجاج في هاي الحملة وأبحث عن هاي الحصوات وفق الوصف اللي وصفوه من مستحبات ومكروهات وكذا. فأتصور بأنها راح تكون رحلة ممتعة وحقيقية، تذكرك بحج الأوائل السابقين اللي كانوا يبحثون عن هاي الحصوات. حج علي شكيب، ما هو شعورك الآن وأنت بتستقل الباص للذهاب لانتقاء حصوات الجمرات؟ والله شعور لا يوصف بالنسبة لي كأول مرة أي حج، وهذا الأعمال اللي بنقوم بها جمع رمي الجمرات ونبين الحجاج بعد الله يسلمك. الحين هم هيئوا نفسهم شو اسمه روحانيا، لازم يهيئوا نفسهم جسديا علشان ما يتعبون، والله يصير تعب مضاعف. احتمال انهم يوقفهم في النص والله في وقت حرج. كل ما نقدر اي حاجه فيها تسهيل للحجاج احنا من عيوننا. اي شيء مثلا من ضمنها الماء، ماي قبعه عن الشمس، واكياس اللي يحطون فيها الحجاج الجمار. تتم الآن في هذا الموقع عملية جمع الجمار لاستخدامها في أيام التشريق في منى. هنا نشاهد الحجيج وهم يجمعون هذه الجمار التي لها مواصفات معينة ومقاييس خاصة سوف يحدثنا عنها فضيلة الشيخ صادق الدهي. فضيلة الشيخ، السلام عليكم. حدثنا عن مواصفات الجمرة. الله يسلمكم. بالنسبة للجمرة في الواقع فيها شروط. أول أن تكون من الحرم، والثاني أن تكون بمقدار أنملة، لا تكون أصغر من ذاك، يعني بمقدار عدسة، لا تكون أكبر من الأنملة. ومن المستحبات أن تكون كذلك ملونة. والأفضل أن يحمل مع الحاج تقريبا 70 جمرة بعنوان احتياط، ولا الواجب هو 49 عدد. والشيء الآخر أن تكون بكرة، يعني مو مرمات من قبل، يعني مو مرية من قبل. ولهذا نحن نجمع شو يسمون هاي الحصاد من هاي المنطقة هم. كما نلتقي الآن مع إحدى الحاجيات التي قامت بجمع الجمر لنستطلع رأيها في هذه العملية. والله سهلة، يعني أخذنا اللي نعرفه واللي ما نعرفه ونشوف. هل تعرفين مواصفات الجمرة الصحيحة؟ لا، ما أعرف. تشيلي ويشوفونهم عقب. كيف كانت المشقة فيها؟ حتى لو هي صعبة بعد نفس الشيء الحاج يحس فيه، يحس بالمشقة. لما يحس بالمشقة ما يحس بالحج. هل تعرفين نوعية الجمرة الصحيحة؟ اي وضحوها حقنا، تكون سوداء منقطة، وكل ما زاد التنقيط كان هي يعني الجمرة المفروض. نحن كم عدد الجمار التي تم جمعها؟ المفروض نحن نجمع أكثر من 70 و 75 يعني. كيف وجدتي تجربة جمع الجمار؟ شوي صعبة علي بالنسبة لي، لأن أنا رجولي إلى أمتى بروحي حجارة، ما أدري يصلحون ما يصلحون، ما أدري يعني. هل تعرفين مواصفات الجمرة؟ أعرفها، تكون يعني رصاصية، لا هي سوداء ولا هي بيضاء ومنقطة. مع غروب شمس هذا اليوم تنتهي مجموعة فعالياتنا التي تم رصدها في أكثر من موقع. زودونا باقتراحاتكم وآرائكم لنعمل جميعا للتطوير دائما. لكم أصدق تحياتي.
اليوم جينا مع الجزء الثاني. الجزء الثاني لايمنا جمرات، ما ادري كم جمره لايمت لك اليوم؟ اولا صيغه كلامك ما عجبتني اياها. كم جمره لايمت؟ يقول التقطت الجمرات، اجمعت الجمرات. اسف على الكلام ده. سيد وقفك، تعال سوي مقابله مكاني، اشتغل مكاني. الحين بما ان جينا الجزء الثاني من حجتنا ان شاء الله نتممها على خير، فحبيت اعرف كم جمره التقطها اليوم بالتحديد؟ شكرا. خليك جاد شوي لو سمحت. بعد التوفيق من رب العالمين الحمد لله رب العالمين اتينا الى المزدلفه. ادري مو مزدلفه كما هو. ماشي ما عليه. اشكر حمله الموالي وبالخصوص الحاج رضي الموالي، ما قصر يعني في الاكل. عمي انا حددت سؤال، لا تدخل لنا في مواضيع جانبيه لو سمحت. اوكي ساعدني بالجواب، ساعدك رب العالمين دنيا واخره. نشكر عزيزنا الحاج على جواب الشافي والوافي ولله الحمد. شيل هذا من تحت، شيله ما اعرف اتكلم. ندل على شيء يدل على ثقافته الجميله ووساعه صدره.